هذه المناظرة غير شفافة، هذه المناظرة أصبح النجاح فيها لازم يكون عن طريق الولايات، عن طريق الجهوية، عن طريق المحسوبية. العقود الهشة اللي منحها الرئيس قاعدين تو يخرجوا فيها، وساعات يبدا واحد دوسيه قوي وما ينجحش، واحد دوسيه ضعيف ينجح. تصنيف الجامعة التونسية خاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية هو في آخر التصنيف. ما عادش عندنا ثقة في المناظرات، انعدمت الثقة في المناظرات. هذا الدكاترة وذاقة الويل من هذه اللجان. قاعدين عمرنا واحنا نتناظروا للستونانس واحنا نتناظروا. ما همش معناتها يحترموا في الشغورات الموجودة بالحق. واللي أقل منا مستوى تعليمي يدخلوا من غير مناظرات. حاجة صعيبة. يحبوا يصقروا عليه الشيخ عليه مثقف يعرف يتحدث، خاصة إذا كان ينتمي إلى وسط عائلي تقليدي بائس. اليوم نوقفوا وقفة احتجاجية. الوقفة الاحتجاجية هذه ضد حيثيات المناظرة. احنا الدكاترة لا لشيء من الأول ماناش ضد المناظرة. تعمل طعن وزارة التعليم العالي معناها لا تقوم بالواجب، بالعكس تضطر تمشي المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية تبقى سنوات والدكاترة ذوكم ما يتحاسبوش. ما فماش محاسبة في هذه اللجان، ولينا نحن اضطرينا باش نرفضوا هذه المناظرة بدون محاسبة. هذه المناظرة غير شفافة، هذه المناظرة أصبح النجاح فيها لازم يكون عن طريق الولايات، عن طريق الجهوية، عن طريق المحسوبية، عن طريق المعارف، عن طريق الرشوة في بعض الأحيان، عن طريق العلاقات. أنا المصداقية نتاع دخول الجامعة ما عادش هناك مصداقية علمية. بالعكس نعطيك أكثر مثال، هو تصنيف الجامعة التونسية خاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية هو في آخر التصنيف. لا لشيء، لأنه معظم الذين ينجحون في هذه المناظرة لا يتقنون حتى كتابة مقال علمي. معظم الذين ينجحون في هذه المناظرات بالولاءات وبالمحسوبية، مما يجعل الجامعة ماهيش مجال للكفاءة، ماهيش مجال للناس باش ترتقي بالمؤسسة الجامعية التونسية. نحن اليوم نطالبوا من سيادة الرئيس، وهو ديجا كان أستاذ جامعي ويعرف الجامعة التونسية ويعرف اللوبي الجامعي، نطالبوه بتسوية شاملة لجميع الدكاترة مع احترام للشروط العلمية في دخول الجامعة التونسية، خاصة من حيث الإصدارات أو من حيث المقالات أو من حيث التجارب البيداغوجية والتدريس، واحترام الكفاءة التونسية خاصة على شهادة في تونس وهي شهادة الدكتوراه. ونطالبوا رئاسة الجمهورية بتطبيق التسوية الشامل اللي وعدها ل 5000 دكتور، خاصة وأن هذا الدكاترة وذاقة الويل من هذه اللجان، ذاقة الويل ونعودها ذاقة الويل من هذه اللجان، لأنه لا توجد محاسبة لهذه اللجان ونعودها. وأنا اتصلت بالتفقدية في وزارة التعليم العالي، على عكس كلام الوزير في مجلس النواب لم أجد أي ملف من الملفات الاعتراضات نتاع الدكاترة في ظل التفقدية، وهو ما يجعلنا نقر بأن هذه الوزارة ما عندهاش استراتيجية للشفافية في المناظرة. لذلك نرفض مناظرة ما فيهاش شفافية ومناظرة المحاصة والولاءات. يعطيك الصحة. احنا دكاترة باحثين عديد الاختصاصات. الوقفة هذه اليوم مواصلة لنضالاتنا اللي بدأت من 2011 و2012. اتخذت أشكال عديدة، فيها الوقفات، فيها الندوات الصحفية، فيها الإضرابات الجوع، فيها برشا أشكال. المطالب متاعنا هو الإدماج الاستثنائي. علاش حكينا على الإدماج الاستثنائي؟ على خاطر ثم تراكمات، العدد وصل ثم شكون يقول 5000، ثم شكون يقول 7000، ثم شكون يقول 9000. هذايا الوحيده اللي تنجم تجاوبنا وزاره التعليم العالي. التو متكتمه على نتائج المنصه، قديش من دكتور، قديش من اختصاص،
شنية الشغورات، هذايا الكل ما زلنا لتو نستنوا في نتائج المخرجات المنصة اللي أعلن عليها سيادة الرئيس، وتحلت مرتين وسجلت أغلب الدكاترة سجلوا فيها ولتو ما نعرفوش النتائج. احنا اليوم نطالبوا بإدماج استثنائي. علاش؟ رانا ماناش ضد المناظرة، أما المناظرة ماهيش دورية معناها كل عام، يهبطوها مرة في ال4 سنين. العدد تراكم، وقت اللي يهبطوا مناظرة يهبطوها بأعداد معينة، ما همش معناتها يحترموا في الشغورات الموجودة بالحق. ثم ساعات إضافية طفوا عليها الضوء. الشغورات مثلا ثم في المعهد معين 10 شغورات، يقولوا لك كان 5 باش السوايع الأخرى يقسموها تولي ساعات إضافية. ايش نطالبوا احنا؟ نطالبوا بإدماج استثنائي، على خاطر العدد تراكم من سياسات غالطة، تنجم تقولي سياسات غالطة هي اللي خلت العدد يتراكم. الإدماج المناظرات رانا مانيش ضد المناظرة، أما احنا مع شفافية المناظرة. على هذاك احنا عندنا ملفات علمية تخول لنا النجاح. شاركنا في مناظرات وكانت معناتها المشاركة متاعنا معناها تعكس القدرة متاعنا على كدكاترة باحثين على التدريس وعلى العطاء، وعندنا مقالات محكمة وعندنا كتب، لكن ثم مقاييس غير علمية تخلي فلان ينجح وانت ما تنجحش. على هذاك حبينا إدماج استثنائي. والحاجة اللي حبيت نحكي عليها اليوم، كونه العقود الهشة اللي منحها الرئيس قاعدين تو يخرجوا فيها. ايش معناها؟ احنا نطالبوا بتوقيف العمل بالعقود الهشة، توقيف العمل بالساعات العرضية، توقيف العمل بالساعات الإضافية، توقيف تمديد للأساتذة بعد 65 عام. معناها عيب دولة فيها 5000 و6000 دكتور عاطل وانت تمدد الأستاذ عمره 65 سنة. علاش؟ أعطي الفرصة الآخرين يخدموا، وهذوكم قرونا يعطيهم الصحة. أديت مهمتك، بارك الله فيك. ثم خبراء يفرضوا علينا احنا المناظرة. ثم شكون يدخل للجامعة ما غير دكتوراه بالكل وما غير مناظرة. ثم أساتذة تعليم ثانوي 2600 أستاذ يقروا دون دكتوراه. ثم خبراء 900 ما بين خبير وحرفي، معناها يقروا ما غير دكتوراه ودخلوا الجامعة ما غير مناظرة. ثم متعاقدين دخلوا الجامعة ما غير دكتوراه وما غير مناظرة. علاش جيت تفرض فيها على الدكتور اللي تعدى ب20,000 مناظرة، تعدى ب20,000 لجنة، تعدينا في لجنة في المتريز، تعدينا بلجنة في الماستر، تعدينا بلجنة في الدكتوراه. يا أخي أنت معناتها تفرض في المناظرة على خاطر ما عندكش ثقة في تأثيرك ليا. أنا أطروني أساتذة جامعيين لهم قدرة ولهم كفاءة، في المناقشة حضروا معي أساتذة جامعيين لهم قدرة ولهم كفاءة واعطوني دكتوراه مشرف جدا. علاش لو تفرض علي المناظرة في حين ما تفرضش عليها على الأستاذ التعليم الثانوي، ما تفرضهاش على المتعاقد، ما تفرضهاش على الخبير، على الحرفي؟ يجب أن تدكتر الجامعة، ويجب أن يقوم المسؤول الأول في الوزارة بإدماج استثنائي لحل مشكلة الدكاترة. نعرف بروحي قبل كل شيء، أنا دكتور هيثم العش، دكتور في الكيمياء، دكتور موظف. دونك احنا قاعدين نناضلوا دوبوي دي زاني، مش من البارح، دوبوي دي زاني في مجموعات منظمة، وقاعدين نناضلوا على الانتداب. المشكلة أنه في المناظرة فيها برشا محسوبية وفيها برشا ولائات، وساعات يبدا واحد دوسيه قوي وما ينجحش، واحد دوسيه ضعيف ينجح. اللي فات انك عندك شكون في الجيري، ولا تعرف فلان، ولا عمك في الجيري، ولا صاحب بوك في الجيري.
اكثريتهم ينجحوا بالمحسوبيه، رارمون كعبتين وكعبه ينجحوا بذريحاتهم باش يغطيوا يزينوا بهم الطبق نقولوا احنا. انا واحد من الناس نسالي دو بوان، قلت له سي البريزيدون راك نسيت لي دو بوان، قال لي راهو مش حلو نعاود مقرر اخر للوزير، استاذ جامعي يحكي بالحلو والمالح بالله مش حلو. كي قلت له توا انا نمشي نتظلم في الوزاره، قال لي تو نرجع لك غدوه، رجع لي غدوه ونقص لي 10 نقاط اخرين على تجربه بيداغوجيه. انا نخدم مؤطر علمي في مدينه العلوم، نحالي 10 نقاط نتاع التأطير العلمي. قال لي انت تخدم تنشيط علمي منشط، انت تخدم منشط. قلت له ريتني انت نخدم، قريت المقرر فيه مؤطر علمي وقائمه الخدمات فيها تأطير علمي في الفضاءات، اكثر شيء من هكا وضوحا. ولا في دو ريكريتمون مكتوبه فيها مؤطر علمي ما يعادل رتبه استاذ تعليم ثانوي بالوظيفه العموميه، واضحه الجمله. وهم عاطين نقطه على كل عام تجربه بيداغوجيه. استاذ تعليم ثانوي ياخذ نقطه على كل عام تجربه بيداغوجيه. قال لي انا مانيش نحسبهم لك، انا ما نعترفش بها التجربه البيداغوجيه نتاعك يا اخي. فما قانون، فما اوراق، فما وثائق، انت شي يهمك فيها التجربه البيداغوجيه نتاعي يا اخي؟ انت هو اللي تحكم. انا جبت لك ورقه تثبت اللي انا عندي تجربه بيداغوجيه، انا نعمل في التأطير العلمي. من المفروض انك تحسب لي التجربه البيداغوجيه اللي انا قمت بها لمده 17 عام، اللي هي تجيب بلافوني 10 نقاط وقتها، ما حسبهم ليش. هذا نوع من التعسفات، بخلاف انه ينجم ما يحسب لك شارتيكل، ينجم يغلط لك في توتال. هذا الكل يقول لك خرجت النتيجه ما نجموش نرجعوا فيها، برا تظلمه وبرا اشكي، وقع تجري في المحاكم وفي الوزاره وما انتيش باش تلقى حقك في الاخر. ان شاء الله يسمعنا سياده الرئيس ويتلفت لنا وينصفنا ويخلصنا من ظلم المناظرات اللي تعدى علينا سنين وسنين، وما عادش عندنا ثقة في المناظرات، انعدمت الثقة في المناظرات نظرا للمحسوبية والمحاباة واللي كل ما يشوب وهي من أخلالات، وما تنجمش تكون نزيهة. حتى كان السارق يغلب اللحاحي، ديما نقولها السارق يغلب اللحاحي. راهو عباد استانست بالترافيك، ما تنجمش انت تجي في وقت وجيز باش تتعلمها تكون مسطره وتولي معناتها تحترم القانون هكا ولا هكا باش يحاولوا يسرقوا. دونك احنا دكاتره قرينا برشا وعطينا برشا اكزامانات، عادين عمرنا واحنا نتناظروا للسوتونانس، واحنا نتناظروا في اللجنه يعصرونا كي نعملوا نهار السوتونانس، كي نعملوا السوتونانس يعصرونا بالسؤالات. ساعات معناته لونكادرير يقول له يزيه مش وقت سؤالات، تويكا يزيه مش وقت سؤالات. تيلما معناته تعدي الماتريز وتعدي الماستر وتزيد تعصر نهار السوتونانس، ويزيد يقول لك تدخل من غير مناظره، واللي اقل منا مستوى تعليمي يدخلوا من غير مناظرات كيما الاساتذه النواب وكيما المعلمين. احنا اعلى شهاده اعلى كفاءه في البلاد ندخلوا بالمناظره، واقل منا مستوى يدخل من غير مناظره. هذا مش عدل، هذا مش عدل، هذا مش عدل. احنا نطالبوا بالعداله الاجتماعيه ونطالبوا بانتداب مباشر لجميع اصناف الدكاتره بدون استثناء. كيما وعد الرئيس 5000 دكتور راهم ما يكلفوش برشا على الدولة، بالعكس هما باش يساهموا في النسيج الاقتصادي، باش يحلوا عائلات، باش يدوروا الاقتصاد، وباش يخترعوا وباش يخدموا حاجات تطبيقية تستفاد منها البلاد. يعني كان احنا 5000 دكتور هذوما نستثمروا منهم 10% من النتائج نتاعهم، تو نوليو تونس اخرى، تو نفوتوا لوروب في ظرف وجيز.